ليه في ادويه بتتاخد مره مرتين وكمان 3 مرات في اليوم؟ عدد المرات ملوش علاقه بان انت هتخف بسرعه ولا لا. مبدئيا ده بيرجع لحاجه اسمها نص عمر الدواء او الهاف لايف. في بعض الادويه بيبقى نص عمر الدواء بتاعها طويل، زي مثلا ادويه الضغط بناخدها كل 24 ساعه. في بعض الادويه بتتكسر بسرعه، زي مثلا ادويه البرد، المضادات الحيويه، بقى محتاج اخدها كذا مره في اليوم. في بقى عوامل في الجسم بتاثر على الدواء، مثلا الدواء بيدوب بسرعه في الجسم ولا لا، بيتخزن فين، بيتكسر في الكبد بسرعه، بيتاثر بالاكل ولا لا. اهم حاجه نمشي على الجرعه او الوقت اللي الدكتور قايله لنا او الصيدلي، عشان الجسم بقى يستفاد بالدواء باحسن حاجه. حضرتك ما تجودش، تسال الدكتور اخده امتى او الصيدلي وتاخده في الميعاد مظبوط. لو مش فاهم انت ليه بتاخد الدواء ده في المواعيد دي، اسال الصيدلي بتاعك عشان تحافظ على تركيز الدواء في جسمك وتوصل لاحسن نتيجه. لو عندك اسئله اكتب لي في الكومنتات، هجاوبك الفيديو اللي جاي. انا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا، عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.